لما تستوعب ايه هي قيمتك كبني ادم، هتعرف ان انت مش محتاج تتنازل، مش محتاج تثبت نفسك لحد، مش محتاج انك تقارن نفسك بحد. ليك كل الحق والحرية في الحياة، وليك كل الحق ان انت توصل لكل طموحاتك، وعندك الامكانيات اللي تساعدك فيك في طبعك. ففي الاول وفي الاخر ده كله معتمد على استيعابك، لان قيمتك فيك. قيمتك انت مش حاجة بتكتسبها، مش حاجة بتوصل لها، في طبيعتك. عشان تعرف تستوعب ده، تخيل كده طفل. الطفل ما بيبقاش ليه اي فايدة في الدنيا غير ان هو متعب وعالة على كل اللي حواليه، الى انه قيمته عظيمة جدا لطبيعته الانسان، رغم انعدام القدرة الباينة انه في ان هو يعرف يعمل ايه. ما بيعرفش يعمل اي حاجة، بس عظيم. فدي نفس الطبيعة، ما اتغيرتش. مش لما بتكبر قيمتك بتقل،